السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنقدم كورس تعلم لعبة الشطرنج. لعبة الشطرنج بتنقسم لفريقين، فريق بالقطع البيضاء فريق بالقطع السوداء. عبارة عن 32 قطعة، كل فريق 16 قطعة، 8 بيادق أو 8 عساكر و8 قطع، الأبيض والأسود. ورقعة الشطرنج اللي بنلعب عليها عبارة عن 8 مربعات في كل صف، أفقي ورأسي، يعني 64 مربع. القطع عبارة عن 8 بيادق، 8 قطع، 8 بيادق في الصف الأول ما بيقدروش يتحركوا غير حركات بطيئة في الأول. أما القطع فبتختلف من قطعة للتانية، في الطابية وفي الحصان وفي الفيل، في الوزير وفي الملك. كل لاعب عنده حصانين وفيلين وملك ووزير وطابيتين، 8 عساكر زي ما انتم شايفين، طابيتين، طابية هنا وطابية هنا، وحصانين وفيلين وملك ووزير. كذلك الأسود، طابيتين، حصانين، فيلين وملك ووزير. الرقعة لازم تبقى آخر مربع أبيض على اليمين في الزاوية. واللعبة بتبدأ بالأبيض، الأبيض هو اللي بيبدأ اللعب في بداية الجيم. دي أهم الحاجات اللي لازم تعرفها وأنت داخل تتعلم لعبة الشطرنج. انتظرونا إن شاء الله في شرح وافي بقية الدروس.